السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هبة من قناة تستي فود هبة. هنعمل مع بعض أحلى الوصفات بكل تكات المطبخ المصري. يا رب تعجبكم إن شاء الله. لو أول مرة تتفرجوا عليا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير كتير وتشتركوا في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش، عشان هنعمل وصفات كتير جدا حلوة مع بعض. هنعمل النهاردة مع بعض فاهيتا اللحمة، طريقة سهلة وبسيطة وبجد طعمها تحفة جدا جدا. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، ويلا بينا نشوف عملناها ازاي مع بعض. اول حاجة عندنا هنجهز قطعة اللحمة بتاعتنا. طبعا يعني ممكن لو قطعية تكون بتستوي بسرعة يكون افضل، انما اللي عندكم متاح عندكم مفيش مشكلة. كده كده احنا هنسوي اللحمة لغاية ما تستوي خالص. هنقطعها لقطع صغيرة بالشكل ده كده، نحاول تكون قطع رفيعة على قد ما نقدر. بس هنجهز معانا الطبق اللي هنتبلها فيه. هنفضي كده قطع اللحمة بالشكل ده وننزل عليها بالتوابل بتاعتنا. هنضيف عليها الملح، معلقتين كده صغيرين من الملح، او شوفوا على حسب الكمية اللي انتوا عاملينها، ظبطوا الملح زي ما تحبوا. بس وهنضيف عليها فلفل اسود. اهم حاجة ان احنا نتبل اللحمة بتاعتنا كويس عشان تدينا نكهة حلوة جدا في الاكل، واللحمة تتشبع كده من التوابل بتاعتها. هنقلبها كويس جدا، وبعدين هننزل عليها بمعلقة صغيرة من البابريكا، بتديلها لون كده وطعم حلو قوي. وهنضيف لها كمان معلقتين من البهارات، اي بهارات مشكلة عندكم. انا حطيت لها بهارات مشاوي، او ممكن 7 بهارات، او ممكن تشكلوا بهارات من اللي موجودة عندكم. خلاص انا كده حطيتها، وهنحط عليها رشة من الثوم البودر، رشة كده خفيفة قوي بالشكل ده كده بس. ونقلبها كويس جدا مع بعض. التوابل مع اللحمة، نقلبها كده كويس جدا. وبعدين هنضيف لها يعني ربع معلقة صغيرة من الزنجبيل البودر، بيديها مزازة كده وطعم حلو جدا. وحطيت لها معلقة من الصويا صوص، بتديلها لون حلو جدا، ومعلقة من الخل، ومعلقة من الزيت. بس خلاص كده بقت جاهزة معانا. نحطها في التلاجة. شايفين شكلها حلو ازاي؟ نحطها في التلاجة لمدة 2 ساعة على الأقل، نسيبها تتبل بيها. عبال ما نجهز الخضروات بتاعتنا، هنقطع البصل لشرايح كده صغيرة على قد ما نقدر بالشكل ده كده. شكلكم نسيتوا تحطوا لايك للفيديو، يلا حطوا لايك لو عجبكم الفيديو، وتشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين عندي في القناة. هنجهز كده الجريل بتاعتنا، هنحط فيها معلقة كبيرة من الزبدة مع شوية زيت، وننزل بيهم بالبصل. التركية بتاعتنا في الوصفة بتاعتنا النهاردة ان احنا هنحمر البصلة بتاعتنا، بتديها تسكيرة كده حلوة قوي للطعم اللحمة. والساندوتش بتاعنا مختلف عن اي وصفة انتوا جربتوها قبل كده. هنقلب البصلة بتاعتنا لغاية لما تبدأ ان هي تتحمر بالشكل ده كده. خلاص هي كده حلوة جدا، مش لازم ان احنا نحمرها قوي يعني. بس نشيلها بقى، نطلعها من الجريل، ننقلها في طبق كده تاني، وهنشوف مع بعض هنكمل بقية الوصفة ازاي. انا بفضيها كده بالشكل ده. طبعا هو فيه اتحمر شوية وفيه اتحمر يعني فاتح شوية، بس هو كده طعمه حلو جدا. هننزل بقطعة زبدة تاني في نفس الجريل، وننزل بالشرايح اللحمة بتاعتنا واحدة واحدة عشان الطاسة ما تبردش، لان احنا بننزل عليها بطاسة سخنة. لو كمية كبيرة عندنا ننزل عليها كده واحدة واحدة، ونوسع مكان في الجريل بتاعنا وننزل بيها بالشكل ده. تحسوا ان اللحمة عايزة تتاكل وهي نية. بجد التتبيلة بتاعتها كانت حلوة جدا، وطعمها مميز كده ومختلف عن اي طريقة انتوا جربتوها. طبعا احنا هنسوي اللحمة بتاعتنا لغاية ما تستوي تماما بالشكل ده. ممكن لو احتاجت مية تزودوا لها مية. لو قطعة اللحمة بتاعتنا بتحتاج سوا شوية، نغطيها ونسيبها لغاية ما تستوي خالص بالشكل ده. بعد ما تستوي ننزل عليها بالبصل اللي احنا حمرناه في الاول، ونقلبهم كويس جدا مع بعض. وهنجهز شرايح كده من الفلفل الالوان، فلفل رومي وفلفل احمر واصفر بس، وننزل عليها باللحمة. وده كده شكلها معانا بعد ما نقلبها كويس جدا. يدوب بس تاخد كده تشويحة على النار، ونخلي الخضروات بتاعتنا محتفظة بقرشة كده بسيطة. بجد بيكون طعمها حلو جدا. خلاص هي كده جاهزة معانا.
حابين ان انتوا تاكلوها مع رز ابيض، او ممكن مع رز معمر او مكرونه بالشكل ده كده، طبعا هتكون حلوه جدا. حابين ان انتوا تعملوها في سندوتشات زي ما انا عملتها، فهو تغيير طريقه جديده كده وحلوه. ممكن تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. وانا متاكده ان هي هتعجبكم. شايفين شكلها حلو ازاي؟ بس ممكن نقدمها كده بالشكل ده، او ممكن نعملها سندوتشات. هنشوف مع بعض التفاصيل بتاعه السندوتشات ايه اللي احنا هنعملها. متنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وبجد الطريقه ديت حلوه جدا. انا هجهز كده بقى الدريسنج بتاعي بتاع السندوتشات. هحط مايونيز عليه كاتشب، وهنقلبهم كويس جدا مع بعض، وهضيف لهم حبه من صوص الباربيكيو وحبه من صوص السبايسي لو حابينها سبايسي. خلاص كده الصوص بقى جاهز معايا. هنجهز بقى العيش بتاعنا. انا حابه ان انا اعملها في عيش فينو بالشكل ده. هنحط الدريسنج بتاعنا بس مع الساندوتش كده اللحمه، وخلاص كده بقت جاهزه معانا ساندوتشات. عايزه اقول لكم تسكيره البصل اللي احنا حمرناه بتديله طعم حلو كده مختلف عن الشاورما بنحط لها البصل ني فيها. برضو بيكون طعمه حلو جدا. انا عملت معاكم الشاورما، هحط لكم اللينك بتاع الوصفه في صندوق الوصف لو حابين تدخلوا وتتفرجوا عليها. برضو طريقه حلوه جدا، وبجد نتيجتها تحفه جدا. شايفين شكل الساندوتش بتاعي ده كده؟ خلاص بقى جاهز معايا. لو زهقنا من الطرق التقليديه ممكن نجرب الطريقه ديت، وقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. يا رب يكون عجبكم الفيديو بتاعي النهارده، وشكرا جدا ليكم لحسن متابعتكم ليا. لو وصلتوا للنقطه ديت في الفيديو شكرا جدا. تابعوني ان شاء الله في وصفات تانية كتيره جدا هنعملها مع بعض. شكرا جدا ليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.